خليني اسالك سؤال كده دلوقتي. انت نفسك تذاكر كورس او تتعلم حاجه او تقرا كتاب بقالك كتير قوي، بس كل مره لما تخلص شغل تبقى تعبان ومش قادر وتقول خلاص المره الجايه. فتفتكر دي بسبب المسؤوليات ولا بسبب الشغل ولا بسبب ايه؟ طب تعالى اقول لك انا ازاي عملتها. يو فريندز، اهلا بيكم في الشانل. واحنا هنا بنتكلم عن كتب وقصص بتعلمنا عالم البيزنس وتخلينا نتحكم في فلوسنا ونفكر بطريقه احسن. والنهارده انا جاي اقول لكم ازاي بشتغل على نفسي مع الشغل وحياتي كلها. فيلا بينا. لينا اول حاجه نتكلم فيها وهي البيئه بتاعتك عامل كبير جدا 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 في انك تعرف تشتغل على نفسك. خلينا ناخد مثال. دلوقتي انت لسه مخلص شغل وخلاص راجع البيت، ودلوقتي فتحت اللابتوب بتاعك وجنبك الموبايل وجنبك في تاب تاني نتفليكس. تفتكر انت هتمسك الموبايل تقعد تروح على السوشيال ميديا، ولا هتروح على نتفليكس، ولا هتقعد تذاكر وتقعد تعمل كورس وتقعد تشتغل على نفسك؟ طبعا هيطلع لك في دماغك فكره ايه ده، طب ما انا تعبان وانا اوريدي مش قادر، فخلاص خليها مره تانية، ودلوقتي هفك عن نفسي شويه، هتفرج شويه وهنبسط. فدي اول حاجه. طيب انت المفروض تعمل ايه علشان تعرف تشتغل في انفايرمنت كويس او تخلي البيئه اللي حواليك كويسه ومؤهله انك تعرف تشتغل على نفسك؟ انا عملت حاجتين فرقوا معايا قوي. اول حاجه، حطيت الموبايل في حته تانية بعيده عن نظري، بمعنى ان انا ممكن احطه في الدرج، ممكن احطه في اوضه تانية، ممكن اعمله دون ديسترب سايلنت واخبيه علشان ما بقاش اول ما ازهق اقوم ماسك الموبايل. فانا في الاول كنت بهرش وان انا عايز امسك الموبايل، بس بعد كده خلاص ابتديت اتعود على الموضوع ده. تاني حاجه عملتها ان انا فصلت ما بين المكان اللي انا بشتغل فيه وما بين المكان اللي انا بريح فيه. بمعنى ان انت دلوقتي خلينا نقول ان انت قاعد على المكتب، والمكتب ده بتشتغل عليه وبتريح فيه. فانت موست بروبلي لو انت دلوقتي راجع تعبان هتروح للطريق الاسهل، والاسهل انك تريح على انك تشتغل. بس انت لو خليت انك مثلا انك تبقى في كرسي ده بيبقى كرسي للراحه، وفي كرسي مثلا تاني كرسي للمذاكره والشغل، ساعتها مخك هيبقى اوتوماتيكلي عارف ان هو لما بيجي يقعد على الكرسي ده ان هو عايز يشتغل وان هو هيبقى برودكتيف، فبيجهزك نفسيا. تاني حاجة لازم تعرفها ان ستيف جوبز وبيل جيتس والناس دي كلها عندهم نفس ال 24 ساعة اللي عندك. المشكلة عمرها ما كانت الوقت، المشكلة في ان انت ازاي بتنظم وقت. مش مصدقني؟ افتح الموبايل بتاعك، روح على السكرين تايم وشوف انت بتقعد قد ايه بس على انستجرام وفيسبوك وعلى يوتيوب اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. بس ده حاجه كويسه، الفيديو اللي انا بعمله ده برودكتيف، فكك من الفيديو ده، اتفرج على الفيديو ده. طيب فهنا يجي السؤال، انا ازاي استعمل وقتي صح؟ بص، في كتب كتيره قوي 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 بتتكلم عن القصه دي، بتتكلم عن تايم مانجمنت، وفي كتاب مشهور قوي اسمه ايت ذات فروج. انا كعبد الرحمن انا ما بستعملش التكنيكس دي خالص ولا بحب اعملها. بس لو انت عايز تعرف عنهم اكتر انا ممكن اعمل فيديو عنهم، فقول في الكومنتس تحت لو انت انترستد في حاجه زي كده. طيب انا بعمل ايه؟ اول حاجه بعملها اللي انا حاطط على اب اسمه تايم ليميت، ده على ايفون، وفي على الاندرويدز برضو في ابلكيشنز كتيره بتخليك تتحكم في السكرين تايم بتاعتك. وانا حاطط السوشيال ميديا كلها سواء بقى انستجرام فيسبوك والحاجات دي اللي بتضيع وقتي وتيك توك والكلام ده، حاططهم ان انا بستعمله ساعه في اليوم. بعد كده الموبايل نفسه بيقفل لي الابس دي ومش بعرف استعملها. تاني حاجه، انا دايما بخلي معايا كتاب في الشنطه، والكتاب ده بيبقى دايما حاطه قدامي. يعني انا مثلا قاعد بره، قاعد بشتغل في البيت، قاعد بعمل اي حاجه، دايما الكتاب ده قدامي، بحيث ان انا دلوقتي مخبي الموبايل وحاطط قدامي كتاب، فانا لما هاجي اريح انا هقرا بدل ما هضيع وقت على السوشيال ميديا. فانا كده بقيت بستفاد بالوقت الصغير ده بتاعي. ولو مش مصدقني، الخمس دقايق اللي انت بتريحهم دول، لو قلنا ان انت بتريح 5 دقايق في 10 مرات، فانت كده ممكن تقرا لحد 50 دقيقه. 50 دقيقه دي ممكن تخلص لك كتاب في الاسبوع او كتابين كمان في الاسبوع. فهي زي ما بقول دايما، المشكله مش ال 24 ساعه وان انت وقتك وتضيق، المشكله انت مش عارف تستعمل وقتك صح. حاجه تانية بعملها برضو هي اللي انا وانا سايق او بلعب فيديو جيمز مثلا، او بعمل حاجات البيت، بنظف مواعين او بغسل هدومي او اي حاجه، دايما حاطط اوديو بوك او يوتيوب فيديو زي الفيديو ده بسمعه. وده خلاني حتى لو انا مش مركز 100%، اللي انا السبكونشس مايند بتاعي عمال بيسمع الكلام ده وعمال بيتعلم حاجات وممكن اتعلمني ان شاء الله لو جمله مفيده. فخليت الوقت بتاعي حتى وانا ممكن اكون بضيع وقتي فيه او بعمل حاجات ملهاش لازمه، اللي انا اعرف استفاد بيها باكتر وقت ممكن. فساعتها بقى عندي الوقت اللي حتى بضيع فيه بستفاد منه. تالت واهم حاجه هي التركيز. انا بقيت شايف ان في العصر بتاعنا ده time is not the most important currency. الوقت مش هو اهم عمله دلوقتي. فوكس، التركيز هو اهم عمله دلوقتي. علشان خلينا ناخد مثال، مثلا انت دلوقتي ممكن تبقى قاعد 10 ساعات بتذاكر، وواحد يجي يذاكر ساعه، والواحد اللي ذاكر ساعه ده سبحان الله تلاقيه انجز اكتر بكتير قوي من اللي قعد 10 ساعات. مع اننا المفروض 10 ساعات يبقى معناه ان هو انجز 10 مرات اللي عمله في ساعه. بس ازاي؟ هو الفرق التركيز. عشان كده التركيز مهم جدا جدا جدا. طيب انا ازاي احسن تركيزي؟ اول حاجه لازم تعرفها ان تقريبا في نوعين من الناس. في نوع بيبقى تركيزها عالي قوي الصبح، وفي ناس نوع تركيزها بيبقى كويس قوي بالليل.
انا اكتشفت مثلا ان انا ببقى مركز جدا جدا ومصحصح وبرودكتيف وانا بالليل. الصبح ببقى مش شايف قدامي، فبقيت احاول اخلي التاسكات بتاعتي والحاجات التقيله بتاعتي دايما بالليل، عشان ده الوقت اللي انا بنجز فيه كويس وبعرف اشتغل فيه وانا مركز. فانت لازم تعرف انت بتركز في ايه وايه احسن وقت تركز فيه، وساعتها يبقى هو الوقت ده اهم وقت عندك، اهم من اي حاجه، وتحط كل التاسكات المهمه فيه. فخلينا ناخد مثال. مثلا انت دلوقتي واحد بترجع من الشغل بتبقى تعبان ومش قادر، فما تحطش انك لازم تذاكر كورسات بعد الشغل، طبيعي مش تبقى قادر. بس انت دلوقتي لو صحيت بدري، خلينا نقول ساعتين عن الشغل، وقعدت تذاكر فيهم، صدقني هتنجز فيهم كتير. ولو انت زيي، انا ببقى كويس بالليل ومركز بالليل، فبعمل كده، فانا بخلي المذاكره بتبقى بالليل غالبا بعد الشغل. فالموضوع في الاول وفي الاخر هي ازاي بتتعلم التايم مانجمنت، ازاي بتتعلم تتحكم في وقتك. والموضوع ده مش هيجي في يوم وليله، مش هتصحى خلاص بترمي الموبايل وتمسك كتاب. بس انا بقول لك على تيبس اند تريكس، حاجات صغيره جدا ممكن تبتدي تتعود عليها واحده في واحده، وصدقني فجاه هتلاقي نفسك البرودكتيفيتي عماله بتعلى، مع انك شبه ما بتعملش حاجات كتيره بس البرودكتيفيتي بتعلى. والبونس تيب اللي انت حاول دايما تقسم الكورس بتاعك او الحاجه اللي انت بتاخدها لاجزاء صغيره. دلوقتي مثلا خلصت، خلينا نقول مثلا انك بتاخد كورس بتاع بروجرامنج، فانت مثلا متقسم الكورس ده ل 10 تشابترز. قسم الشابترز دي، خلي كل تشابتر تخلصه ادي لنفسك، كافئ نفسك بانك مثلا تاكل وجبه لذيذه، بانك تخرج، بانك تعمل اي حاجه، بانك تمسك الموبايل، عشان تخلي نفسك مفتوحه للكورسات وانك تذاكر. فيبقى انت اهم حاجه لازم تعرفها، لازم تحاول تظبط الانفايرمنت، البيئه اللي انت بتشتغل فيها عشان تبقى مركز. تاني اهم حاجه اللي انت تخلي الدنيا اللي حواليك مساعداك، زي انك تحط كتاب قدامك او تخلي الكورس مفتوح على تاب. تالت حاجة لازم تعرف انت مركز امتى وايه احسن وقت تشتغل فيه تذاكر فيه، سواء الصبح بدري او بالليل. ده بيبقى معظم الوقت يبقى احسن وقت الناس بتركز فيه كويس قوي وبتشتغل فيه. فدايما شوف انت انهي وقت احسن فيهم. واخر حاجة حاول تدي لنفسك انسنتيفز زي جوائز كل ما تخلص حاجة، تبسط نفسك وتدلع نفسك عشان تخلي المذاكرة ممتعة. لو الفيديو ده عجبك هتلاقي ملخص كتاب البقرة البنفسجية The Purple Cow بتاع ثاس جودن. اتمنى يعجبك واشوفك في فيديو تاني ان شاء الله.